صباح الخير على عيون أجمل وأحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهاردة روتيننا هيبدأ من الفجر، وإن شاء الله روتين مشجع كده هيديك باور كده تقومي تخلصي كل اللي وراكي وتتشجعي، وإن شاء الله مفيش حاجة معانا هتكون صعبة بإذن الله. أنا قمت كده من الفجر، صليت الفجر وقمت كده قلت بقى طالما أنا صحيت والولاد صحوا فمش هقعد كده وأضيع الوقت، لأ أنا هقوم أنجز كل اللي ورايا أخلص وقت بدري عشان كمان عايزة أصبن النهاردة، واليوم بتاعنا يبقى شغل كتير ويوم طويل كده، فقلنا نبدأ اليوم من أوله علشان ننجز الوقت وما نتأخرش في شغلنا التاني والغدا والكلام ده. طبعًا زي ما أنتم عارفين إحنا بنعمل الغدا أذان الضهر، الغدا بيكون جاهز، مش بنفضل بقى الغدا بنعمله بعد الضهر والكلام ده، لأ مش عندنا إحنا بنعمل الغدا من الساعة 10:00 فيكون الساعة 11:30 الغدا خلصان وجاهز، جاهز على الأكل. تمام، فقُلت بقى أنا أقوم كده بدري وأخلّص كل اللي ورايا علشان ما أتأخرش على الغدا وأتأخر على ولادي برضه، ومحتاجة إن أنا أذاكر لهم والكلام ده. فمحتاجة إن أنا أنظّم وقتي، وأول ما قُمت كده من النوم دخلت بقى رتّبت الأوض بالشكل ده، ريان وبراء كانوا صاحيين، هُم اللي صحّوني أصلًا من النوم، فهُم بيناموا بدري وبيصحوا بدري، نشطاء بقى نعمل إيه؟ هنا بقى أول ما لاقوني قُمت كده ومسكت المكنسة واشتغلت عايزين ياخدوها منّي ويعملوا، شطارة بقى فيهم مش عارفة بقى جايبينها منين. المهم إيه، براء فضل يروح عند المكنسة ويقول لي: "يا ماما هاتيها، يا ماما هاتيها." شوف براء ريان أول ما لقاني سِبت على ما عدلت الكاميرا، جيت لقيتهم ماسكين المكنسة وعمّالين يكنسوا. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب من كل شر، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة اللهم آمين. طبعًا انتم أول مرّة تشوفوني من غير نقاب، ده أول فيديو أنا أنزل بيه وأصوّره روتين كده من غير النقاب، طبعًا بعد ما خلعته. وطبعًا أنا حكيت لكم على ظروف خلعي للنقاب قبل كده عشان ما حدش يستهزأ أو يتريق أو يقول كلمة سخيفة ما لهاش أي لازمة، تمام، لو حابين تعرفوا السبب فارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده. دلوقتي بقى خلصت أوضة النوم وجهزتها وسِبت ريان بقى بيذاكر عنده كتاب كده بتاع الحضانة، أنا كنت قعدته من الحضانة لإنه كان بيتعب جدًا لمّا كان بيروح الحضانة، كان كل شهر يتعب مرتين وأروح بيه للدكتور، فقُلت لأ، جِبت بقى كتب الحضانة بتاعته وابتديت إن أنا أذاكر له، يعني أنا برضه معايا كلية وباقدر إن أنا مدرسة تأسيس برضه وباقدر إن أنا أأسسه وكل حاجة، بس أنا كنت مودياه الحضانة بس علشان يختلط بالأطفال وكده ويعرف إن هو في حضانة وفي مدرسة بعد كده، وإن هو يطلع برّه ويمشّي ويتأقلم مع الأطفال وكده، وكمان علشان ما بيركّزش معايا أوي وبيستهتر بيّا، يعني مش بيبقى واخد الموضوع بجد عشان أنا أم وكده، طبعًا الأم مش بتكون قاسية على أولادها وكده. بس فقعدت بقى لمّا لقيت الموضوع زاد عن حدّه يعني في موضوع الكشوفات والتعب والكلام ده مناعته راحت خالص، فقعدته بقى وابتديت إن أنا أذاكر له من في البيت، وبادّي له برضه في كتب التأسيس دي بيكون فيها حاجات ألوان وكده، وجِبت له ألوان وجِبت له كل حاجة، وابتديت إن أنا أعرّفه وأذاكر له، وإن شاء الله ربنا يكرمه كده ويطلع شاطر كده ويطلع حاجة في المستقبل، ربنا يصلح حالهم يا رب جميعًا ويصلح حال أولادكم كمان. وبرضه هنا فتحت شباك أوضة الأطفال، بس فتحت الإزاز علشان يهوي الأوضة، دي الأوضة اللي إحنا بننام فيها، طبعًا باباهم مش هنا وإحنا بس اللي بننام على السرير ده، ف في أوضة النوم كنت قفلت الإزاز عشان كنا قاعدين هناك، هُم جُم أمّا لقوني سِبتهم وجيت هنا، طبعًا ما بيقعدوش من غيري في أي مكان، لو قُمت رُحت من الأوضة دي طلعت الأوضة التانية لازمًا ييجوا ورايا، ما بيسيبونيش في حتة أبدًا. فعلى ما جيت هنا بقى أنضّف الأوضة دي، جُم ورايا واقفين كده، ساب المذاكرة وواقف مُصِر إن هو عايز يمسك المكنسة وينضّف، فقُلت له: "لأ، اقعد ذاكر." وطبعًا برضه ما سمعش الكلام. فالمهم خلّصت الأوضة هنا ورُحت بقى في الأوضة التانية خدت لهم برضه إطم عشان أغيّر لهم، عشان طبعًا أنا قُلت لكم إن أنا رايحة أصبّن، هدوم دي كانوا لابسينها امبارح، فقُلت بقى أخلعها وأصبّنها معايا بالمرّة عشان تبقى نضيفة. ما اكركبش هدوم يعني بعد ما أصبّن أروح أخلّعهم هدومهم وأرميها في السبت والسبت يتملي بسرعة، لأ، فقُلت أخلّعهم وأصبّنهم معايا بالمرّة. أنا كل مرّة مش باحمّيهم كل مرّة، يعني مش كل يوم بيتشطّفوا أو كل مرّة باغيّر لهم بيتشطّفوا مرّة ومرّة لأ، عشان الجو الأيام دي برد جدًا، وطبعًا الطفل بياخد برد مش زي الواحد الكبير أو الشخص الكبير، مناعتهم بتكون ضعيفة شوية. فالمرّة دي غيّرت لهم، وطبعًا كُنّا الصبح وكُنّا الفجر فمش هينفع أحمّيهم دلوقتي، لمّا باحمّيهم وهُم رايحين يناموا، فيستحموا ويتغطّوا ويناموا فيدفوا على طول. ودلوقتي بقى غيّرت لهم هدومهم، وقعدت بقى أسرّح لريان شعره عشان ما يبقاش منحكش كده، وما شاء الله شعره حلو وكبير، وبراء برضه كان واقف راح على السراحة فعمّال يفتح في الإدراج ويطلّع الحاجات اللي فيها. خلّصت بقى ريان جِبت له كريم وحطيت له، قال لي: "أنا عايز أحط جل يا ماما." قُلت له: "أنت عارف الجل هو كمان؟"
وحطيت له جل وضبطت له شعره وقلت لهم بقى روحوا ايه ذاكروا وانا هكمل بقى الشغل بتاعي. هنا هنا براء مسك البتاع قمت شداه قلت له تعالى اسرح لك، مش راضي يسرح، فقمت شداه غصب عنه كده ووقف بقى ان انا اسرح له. اول ما احط المشط هيقوم معيط وياخده مني هو عايز يسرح لنفسه. ريان بقى كان عند الكاميرا وقام راح موقف الكاميرا على المقطع ده ومكملتوش. بس كده هو عامل بقى فيها كبير وعمال يسرح لنفسه، طبعا معرفش يسرح وقام براء ريان موقف الكاميرا. هنا بقى الهدوم السبت مليان وجنبه شوية اللي احنا بقى غيرنا هدومنا كلنا حطيتهم جنب السبت لأنه كانت ملا بقالي أسبوع سليم ما صبنتش ليا أنا والأولاد، بس جوزي مش هنا مسافر و طلعت بقى قلت ايه أصبن الهدوم. أنا باصبّن في الغسالة دي علشان غسالتي الكبيرة بايظة، اللي الفيران الله يكرمهم كده راحوا طلعوا وأكلوا الضفيرة بتاعة الغسالة والبوردة كمان وبوّظوها. أنا كنت كل شهر أغيّر الضفيرة علشان الفيران بسبب الفيران الشقة في الدور الأرضي وبيطلع من الصرف بتاع الحوض بتاع المطبخ بيطلع منه فيران وبيطلعوا يدخلوا في الغسالة من تحت كده وأكلوا الضفيرة بتاعة الغسالة، مشكلة كبيرة جدًا وبُصّوا مش عارفة أتخلّص منها إزاي، يعني ربنا يعافينا بقى من الشقة دي ونشوف شقة تانية وإن شاء الله ونقعد فيها وما يكونش فيها فيران. بس كده فأنا كل شهر كنت باعملها وبقى لي فترة كبيرة راكناها، خلاص زهقت من كتر من كل شوية عمّالة باصلّح فيها واغيّر لها الضفيرة ويروحوا الفيران يقطعوها تاني، فركنتها بقى قُلت لأ أنا أطلّع ديّة أصبّن فيها وأعينها في الأوضة جوّه مش هيدخل لها أي حاجة، تمام. وبس وباتشحطط كل مرة كده في السقعة وفي البرد والله العظيم وباصبّن بيبقى الموضوع مُرهق جدًا بس أعمل إيه. هنا بقى كنت حطيت الطبق ده تحت الحنفية كده بتاع الغسالة في الحمام وعمّالة بقى باشطف الهدوم ورا البتاع، فده كان الكُم بتاعه بس عشان هو أبيض كان مصفِر شوية كده، فجِبت الصابونة اللي إحنا بنغسل بيها إيدينا وابتديت إن أنا أرغّيها كده وأعمله نضّفته معايا بكل سهولة. خلّصت بقى التصبين كده جنبي، دخلت المطبخ أشطف في الدور وأحط بقى غيره وكده، ودخلت بقى المطبخ قُلت أغسل المواعين وأجهّز جنبي الفطار. كانت الساعة 07:00 يعني أنا بادئة معاكم من الساعة 06:00 أو 05:30 يعني كان بعد الفجر على طول، ودلوقتي الساعة 07:00 فدخلت بقى أغسل مواعين، كانت عندي مواعين من بالليل وكنت تعبانة جدًا امبارح ما قدرتش إن أنا أغسلهم، فقُلت بقى أغسلهم دلوقتي كنت عاملة حسابي يعني إن أنا هاقوم بدري وأغسلهم. أنا المفروض كنت غسلتهم امبارح بالليل عشان هيبقى في تصبين وما كتّرش شغل عليَّ، بس والله امبارح كنتش قادرة خالص، فقُلت بقى دلوقتي هاتشجّع كده وأقوم أغسل المواعين معاكم، وإن شاء الله أنتم كمان تتشجّعوا كده وتقوموا تخلّصوا كل اللي وراكم. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت تحط لي لايك وتصلّي على النبي في الكومنتات كده، وتعالي يالّا نكمّل الفيديو. ولو أنت أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي معايا في القناة وتنضمي لعيلتنا الجميلة، أكيد عيلتنا هتزيد شرف ونور بيكِ. انزلي تحت الفيديو واضغطي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك إشعار بيه وتشوفيه. وكمان عايزاكم بقى كل واحدة بتتابعني كده تقول لي هي قاعدة في بيت عيلة والّا قاعدة لوحدها في شقة، لأن الموضوع بيفرق جدًا في الشغل في نظام الحياة وفي البيت، طبعًا لمّا بتكوني أنتِ عارفة إن هتقومي تعملي إيه الصبح أو بتبقي مستنية تعرفي إنِّك هتعملي إيه، بتفرق جدًا وبتفرق في تنظيم البيت وبتفرق في كل حاجة. عامةً أصلًا أنا قاعدة في بيت عيلة مش قاعدة لوحدي، فكل حاجة باعملها باكون يعني باسأل حماتي عليها ونعمل كذا، كذا ونشور على بعض ونتفق على حاجة بقى وأدخل أنا أعملها وأخلّص كل اللي ورايا بقى وأقعد، باحب أخلّص كل حاجة الصبح كده، يعني أنا باحب أقوم بدري أخلّص كل شغل الصبح وطول العصرية بقى من بعد الضهر كده بعد الغدا، أفضل بقى قاعدة لو في حاجة بسيطة ممكن أعملها باعملها، ما فيش خلاص بافضل قاعدة بقى مرتاحة طول اليوم. ما باحبش أفضل طول اليوم مسحولة كده شغل أو أقض أو أخ أو أخ أمُط الشغل على طول اليوم كده لأ، أنا أحب أخلّص شغلي في ساعتين وأقعد. أبقى مرتاحة كده، لكن أضغط نفسي شوية وأرتاح بعد كده، لكن ما أفضلش طول اليوم أعمل شغل، ده بيعصّبني وبيزهقني. طبعًا كل واحدة على حسب ما اتعوّدت وكل واحدة على حسب ما بتحب. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا وما حطيتيش لايك ولا كتبتِ لي كومنت يا ريت تحطّي لي لايك للفيديو وتفاعلوا معايا كده يا جماعة، عشان أنا باتعب جدًا في التصوير والمونتاج، وباقدّم لكم روتينات مش عارفة بقى هي مش بتشجعكم ولا بتعجبكم والّا لأ، أنا أصلًا مش الغرض من الفيديو إن أنا باعلّمكم حاجة، أنا بس باشجعكم إنكم تقوموا تعملوا كل اللي وراكم وتخلّصوا كده، الواحد بيكون عنده طاقة إيجابية وراحة نفسية كده بعد ما بيخلّص المنظر الحوض كده لمّا بيبقى فاضي كده من المواعين بيدّي الواحد power
كفيل إن هو يخلّيه يقوم يشتغل تاني قد اللي اشتغله من الصبح، وبيفرّحه جدًا وبيسعد قلبه. وده ثبت الهدوم بعد ما خلّصت تصبين بقى ومسحت قدّام الحوض والحوض وغسلت الحتة دي وضبّطتها كده، بس ما رضيتش أصوّر عشان ما أطوّلش عليكم الفيديو أكتر من كده. والغسالة شطفتها برضه وركنتها في جنب، ودي الغسالة التانية طبعًا مركونة جنبها اللي بايظة زي ما قُلت لكم، وكنست الصالة وكنست طبعًا الأوض الصبح والمطبخ وروّقت الدنيا، وقفلت كده الستارة على الدنيا دي هنا، والحمام بقى اتشطف وكل حاجة. ودي الهدوم بتاعتي بعد ما نشرتها، شايفين منظر السما جميل تحفة. هننزل بقى بعد ما خلّصت كل الكلام ده، كانت الساعة 09:30 هانزل بقى أعمل الغدا، هاسلق بقى الكرنبيت آسفة. كنت قطّعته وصوّرت لكم وأنا باقطّعه كده زهرات صغيّرة كده، بس المقطع ده للأسف اتحذف منّي فما عرفتش بقى أنزّله لكم. حطّيت بقى في الحلة دي نُصّها مَيّة، حطّيت فيها معلقة كمون عشان يحوش الغازات اللي في قلب الكرنبيت أو القرنبيط زي ما بتسمّوه. حطّيته بقى لحد ما غلى كده والمَيّة باردة، مش باستنى أمّا المَيّة تسخن، فباحطّه وهي المَيّة باردة عادي واسيبه بقى لحد ما يغلي كده ويستوي، ما اسيبوش يتهري. لو لقيتيه اتهرى معاكِ قومي مطلّعاه في مَيّة بتلج علشان يوقّف السِوَى بتاعه على طول وما يتهريش معاكِ أكتر من كده. رُحت بقى برضه جِبت كزبرة كده من الأرض كزبرة خضرا وقطّعتها طازة كده فريش جميلة، قطّعتها ناعم بالشكل ده عشان أعمل بقى الخلطة بتاع الكرنبيت، هنعمله بطريقة جميلة جدًا وهيبقى عامل زي الكنتاكي بالضبط. تابعي معايا الفيديو للآخر والله العظيم هتستفادي جدًا من الطريقة ديّة ومش هيشرب منِّك زيت أبدًا وهيبقى مقرمش كده بيخبّط كده وهتسمعوا صوت التخبيطة بتاعته دلوقتي. حطيت على كوباية دقيق عليها ربع كوباية نشا ومعلقة كمون ونُص معلقة كركم ومعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة فلفل أسود، عشان طبعًا هنحط بيض الفلفل الأسود يشيل زفارة البيض. معايا كوباية وربع من المَيّة، هانزل الكوباية كده واحدة، واحدة علشان القوام ما يبقاش تقيل خفيف معايا جامد، واحدة، واحدة كده لحد ما أضبط القوام بتاعه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هاضرب كده واخفق كويس عشان ما يبقاش في تكتلات خالص. جبت ربع كمان كوباية من المَيّة وهابتدي أنزل بيها ما احتاجتهاش كمان كلها. أنزل بقى بالكزبرة اللي قطعتها ناعم، وطبعًا دي كزبرة على شبت مش كزبرة بس. طبعًا بتتحكمي في الكزبرة على قد ما أنتِ عايزة، كتّري هي كده يعني حجم الكزبرة اللي أنا حطيته مناسب جدًا، يعني أنا باحب فيها خضرة كده بتدّي لها ريحة ونَفَس حلو جدًا. حطيت كمان فص توم بشرته نُصّه كده كبير، هو فص كبير كده بشرته نُصّه بس. ودلوقتي بقى هنعمل التغليفة بتاعة الكرنبيط. حطيت كوباية برضه من الدقيق عليها 3، 4 معالق كبار من النشا عشان يخليه مقرمش معايا، وحطيت نُص معلقة بيكربونات الصوديوم، وبرضه حطيت نُص معلقة على الخلطة اللي أنا عملتها الأول، نسيت أقول لكم. وحطيت برضه بنفس التوابل كمون، كزبرة، فلفل أسود، كركم. تمام كده، هاقلب بقى كل ده مع بعضه كده لو ما عندكيش كربونات الصوديوم هتحطي معلقة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. هاقلب بقى كويس كده مع بعضه بالشكل ده، وكده التغطية والصوص جاهز. هانزل بقى بالكرنبيت بتاعي في قلب الصوص كده واغمسه كده. الصوص بتاعي عامل زي قوام الكريب بالضبط كده سايل مش تخين، عايزاه يبقى سايل بالشكل ده. وهانزل كده بالقطع زهرات الكرنبيت وهانفّضها من الدقيق كده عشان تبقى معايا زي الكنتاكي كده بالضبط والفراخ الستريبس. بالشكل ده كده هاقلّب وانفّض كده الزهرات معايا كويس كده علشان تعمل لها تغليفة حلوة من برّه وتبقى مقرمشة معايا. الزيت بتاعي يكون غزير ويكون في حاجة غويطة في حلة في طاسة، بس تكون غويطة علشان تغطي معايا الزهرة كلّها. أول ما هتبتدي إن هي تاخد لون كده هاقلبها على الجنب التاني عشان تحمر من جميع الجهات. الطريقة دي جميلة جدًا يا جماعة، والله العظيم هتجربيها مش هتلاقيها بتشرب معاكِ زيت خالص، هتطلع معاكِ كويسة جدًا ومقرمشة من برّه، شايفين تحسّي إن هي دبابيس فراخ مش كرنبيت خالص. بتقرمش جدًا وبتتكسّر كده من كتر ما هي مقرمشة، ما شاء الله جميلة جدًا. اللي ادّى لها قرمشة دي معايا هي إيه، النشا. النشا اللي بتخلّي الكرنبيت من برّه مقرمش وحلو. صَف كويس كده من الزيت، شايفين الزيت بينزل إزاي بكل سهولة، ما بتشربش معايا زيت خالص. الطريقة دي جميلة جدًا، ممكن أحلى طريقة ممكن تقلي بيها الكرنبيت ويطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي. طبعًا الزيت اللي بتستخدميه مش بينفع إنِّك تستخدميه في أي حاجة تاني، لإنه بينزل كده منه دقيق فبيترسب في أرضية الحلة من تحت، ومش بينفع إنِّك تستخدميه لأي حاجة تانية. فأنتِ حُطّي كمية مناسبة على قد كمية الكرنبيت اللي أنتِ هتحمّريها.
رش بقى شوية كزبرة خضرا كده عليه يدوله منظر كده جميل وريحة حلوة. شايفين؟ دي حد شايف إن ده كرنبيط يا جماعة؟ مش كرنبيط خالص، اللي يشوفه يقول لي فراخ وما شاء الله عاملة طبقة خارجية كده زي الكنتاكي بالضبط. اسمعوا بقى صوت القرمشة، سمعتم؟ جميلة جدًا بتخبط كده من برّه ومقرمشة جدًا. جربوها على ضمانتي وإن شاء الله تعجبكم جدًا، وكل مرة هتعملوها بنفس الطريقة. إيه رأيكم بقى في خلّصنا كده كل الكمية، آخر قطعة زي أول قطعة ما اتحروقتش كده زي ما بنعملها في الصوص وبس. طالعة جميلة، أول حتة زي آخر حتة. دي هنا براء جه ولقاني واقفة كده باصور، قام داخل من تحت الstand ومادد إيده واخد حتة. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا اتشجعتم واستفدتوا معايا في الفيديو، وتحطوا له لايك وتكتبوا له كومنت حلو زي قلوبكم كده، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة. اسيبكم في رعاية الله